الاول جاي طينه مش ابيض، بيضه. دلوقتي الحمد لله الاسود اهو. محمد حسن مطوع، مدير اداره شؤون المياه بالمنوفيه. انا اصبت بميه حصل بعدها ارتشاح. الارتشاح ده نتج عنه فساد في القرنيه. الدكتور قال لي ده ارتشاح سد فتره طويله 6 اشهر على علاجات ومضادات حيويه، واتضح بعد كده ان هي كانت قرنيه. فبسال مين دكتور قرنيه كويس، قال لي دكتور هشام. رحت للدكتور هشام، الله يبارك له ويجزيه كل خير على اللي عمله معايا. انا كانت عيني دي بيضه، السواد ده كان راح، فبقى منظر تعبني انا نفسيا. فايه في ايه؟ فقبل ما اروح للدكتور هشام رحت للدكتور كبير بردك، فقال لي لا دي اعمل لك عليها رسم اسود تاتو يعني. فطبعا سبت وخرجت، رحت للدكتور هشام فقال لي لا تتعامل ازاي، بس كان في صديد كتير، كان في التهابات، كانت الحاله سيئه جدا. والله يبارك له الدكتور هشام وجزاه كله خير، واحنا في ايام مفترجه، فيجعلها في ميزان حسنات يا رب. وكفايه ان انا دلوقتي عارف اشوف ومش خايف ان الناس تشوف تبص في عينيا. انا ما كنتش بخرج من البيت، اللون الابيض ده كان تعبني نفسيا جدا. فالحمد لله انا دلوقتي احسن كتير. بقول له الله يبارك لك ويخليك لمصر ويخليك لنا، انت قوه ناعمه من قوات مصر، انتوا العلماء، فاكثر الله منكم وشاء وانش. وعملنا زرع قرنيه، ازاله جسم زجاجي، حقن سيليكون، وعشان الضغط كان واقع لما عمل الميه البيضه دي، وزرع عدسه. فرق السماء والارض، الاول جاي طينه مش ابيض، بيضه. دلوقتي الحمد لله الاسود اهو. الرؤيه بسم الله ما شاء الله. صحيح هذا شويه وقت بس بقيت شايف، يعني انا كده شايف الدكتور هشام هو بيصورني. احب اضيف ان ربنا يبارك له الدكتور هشام ويخليه لنا ويكتر لنا من المساعدين بتوعه، محتاجينهم.